احسن عنوان ممكن غادي نعطيو لهذا الماتش هذا ديال اليوم وهو شباب العذاب صحيبي لحظة العذاب لحظة لحظة العذاب لحظة. الشديد. الحمد لله الرجاء بقى في الصداره من بعد واحد الماتش اللي كانوا فيه بزاف ديال السيناريوهات، ولكن النتيجه ديالو خرجت كيف ما بغينا. الحمد لله ما كنتسناوش شي حكم يعطينا شي بلانتي فابور باش نربحوا، كنجيبوها بدراعنا وحلالا طيبه. ولكن اجي هي قول لي بن شريفه ما بغاش يبيع لهم الماتش كيف ما باعوا لهم ولد مينا، واخويا السوالم صاحبي السوالم. الرجاء ضد المغرب الفاسي، مرحبا بكم في فيديو بعد الماتش، فخليك معنا من الاول حتى الاخر. اجي صاحبي انا يلاه جاي من السبيطار ولحت لكم فيديو صاحبي، وما نسالوش ديك لايك وكومونتير، هادشي ما غادي يفهموه الناس اللي عندنا في الشانل انستغرام. درتي هادشي كامل يلاه زاير ديك الصمته، وهادشي يا الله بينا نبداو. المدرب جوزيف زيمباور اللي بدا بهاد التشكيله، وعلى ما اظن ان التشكيله كانوا فيها شي تغييرات ومستحيل شي واحد يكون كيتوقعها. المهم الشبكه زنيتي ديفونس المقدم وخفيفي، جناب بولكسوس وبالعامري، الوسط المبارك زريده وبوغري، حتى لهنا كلشي مزيان. الهجوم اللي موهوب خد الفرصه ديالو من الدقائق الاولى، على ما اظن ان من بعد داكشي اللي دار في الماتش ديال الجيش دخلوا المدرب باش انه يتصالح مع الجمهور، ولكن تسناو شنو غادي يوقع. المهم في الجناب نفاتي وبوزو. الشوط الاول اللي بدا في امان الله، ومع شحال هذا ما سمعنا الجمهور كيغني والراجل لعبه، كتحس بواحد الاحساس يا سلام. الماتش بدا عند الرجاء في الدقيقه جوج، من بعد واحد التدخيله اللي مزيانه، كره غاده عند نفاتي كتقول لها عافاك ماركيني، هو كيقول لها لا لا ما بغيتش. وبهاد الكره هذه كيبان لنا بان النفاتي ما كانش كيتسنى الكره بانها غاديه عنده. من بعدها شفنا اللعابه ديال الرجاء ولاو كيزعموا كيتيريو من خارج الكاري، على سبيل المثال بن العامري، وبحال بوزو حتى هو في الدقيقه 12 اللي تارها زوينه كان خاصها غير تمشي للبوطو وغتدخل. الرجاء حاليا لعبه حاجه وحده اللي خاصه وهي البيت يحضر الماتش، حتى هما بالدور ديالهم كيقلبوا على الاخطاء ديال الدفاع ديال الرجاء. على سبيل المثال الدقيقه 24 اللي عاوتاني تاكدنا باللي الدفاع ديال الرجاء داير بحال شي بارير ساهل تهزو تهرب بيه وتدخل كيف ما بغيتي، ولكن الحمد لله وهي ان كره بغاتنا وتزقلنا. الرجاء من بعد بزاف ديال الطلعات جات عاوتاني واحد الكره نقيه اللي تحطات قدام النفاتي، اختار احسن اختيار واللي هو ار 2 جهه البوطو. صراحه مشات نقيه كان خاصها شويه وغتلقى راسها في البوطو. وهذا الماتش هذا تبين باللي اللعابه ديال الرجاء راهم لعبوا على التير مزيان في لي زونطريمون، من بعد ما جربوا الحلول في الماتشات الاخرين ديال انهم يدخلوا بها حتى للصالون وما كتصدقش ليهم. ضربنا نص ساعه ديال اللعب بالتمام والكمال، عاد باش جات واحد دوزيام بال زريده رجعها براسو، النفاتي شدا بلا اورجو وخشها، والحمد لله الحمد لله حتى الرجاء ماركات، والحمد لله حتى النفاتي حتى هو ماركا وترجل معنا. من بعد شحال هذه هو غابر، والناس اللي تفرجوا في الفيديو اللي لحت البارح وقيلا قلت لكم بان النفاتي قدام الجمهور مستحيل انه يجر رجله وغادي يترجل معنا، وداك الشيء هو اللي شفنا. واحد الزيرو الرجاء في وقت اللي زوين غادي يخلي حتى الخصم انه يخرج ويقلب على راسو اكثر. من بعد البيت ديال الرجاء تلعب باس سونتر الفاس موهوب زيرو خبره، اما قال لي راسو ارا نورك على واحد برجلي وخدا صفرة بارده. صراحه الهوات ومبقاتش كيدار فيهم هذا البلان هذا، وهاد الصفرة هذه غتخلي الرجاء في الدقيقه 40 باش انها تخلص. من بعد ما موهوب بغى بزز يبين راسو ويتصالح مع الجمهور، السيد بغى يجيب بيلانتي، تصدق الحكم لصق ليه الصفرة الثانيه وبهذا الحمراء. من بعد ما كان بغى يتصالح مع الجمهور صدق غير شري اكثر اصلا وهي ما كانت مشريه شحال هذه. ودابا فين الوضعيه غادي تزيد غادي تشبك وغادي نعيشوا العذاب ديال بصح والمعاناه وغير ب10 ديال اللعابه. والمشكل وهو انه في 45 دقيقه كامله. ملخص الشوط الاول وهو الحمد لله اننا ماركينا بيت عاد باش خرج موهوب، اما كون بقينا تعادل او كنا خاسرين كانت غتزيد غتكحل اكثر اصلا ما هي كحله. الشوط الثاني غادي يبدا 10 لاعب ضد 11 لاعب، صراحه كان متوقع اشنو غادي يطرا، والرجاء ب 11 لاعب والدفاع عندنا مقتول، فما بالك ب 10 ديال اللعابه. الشوط اللي كان بين بان الرجاء غتحاول تحافظ على هذا الربح هذا في 10 دقائق الاولى ديال الشوط الثاني، وداك الشيء هو اللي شفنا بدل ما المدرب خدا احسن قرار في حياته، وهو انه دار هاد جوج تغييرات. الزرهوني والمكعازي دخلوا وخرج النفاشي وبوكرين. الزرهوني مع دخل مع بين السيد تبارك الله دقيقه 59 كان من الممكن ان نرتاحوا شويه من بعد ما الزرهوني بقى راسو راس بوطو باش انه يخشيه، ولكن فجاه اتبان لنا نوير. الراجا كتقاوم ديال بصح، والمغرب الفاسي كتقلب على شي بيت بكري باش انها ترجع تقلب حتى على الرباح مورا. دقيقه 78 جات لقطه ديال البيت وترتاح، من بعد ما دخلها زريده نقيه للزرهوني، الزرهوني فكر يباسي اكثر ما انه فكر يتير، وفي الاخر ضاعت وكتب لينا اننا غادي نزيدو نعيشوا العذاب. المغرب الفاسي وبردة فعل لولا زنيتي راه كل موهود دابا طالع فوق العماريه، من بعد ما هزوها في السماء خفيفي كان غادي ينقز هو يتفكر راسو باللي راه ثقيل وما نقزش، خونا ضربها بالراس وزنيتي سير الله يرحم لك الوالدين في هذا النهار هذا. الرجاء بلي كونتر اتاك، والدفاع ديال الرجاء فرحان علاش حيت لقاو دفاع كفس منهم. بوزوق دار كلشي الا ديك المربع هي اللي ما بغاش يدير. كره ديال البيت شوف بيت 100% وغادي ترتاح، شوف لك الاتساع كيفاش داير والو واش بغا يتيري. اللعابه ديال الرجاء صراحه كانوا رجال ديال بصح وعرفوا كيفاش يوصلوا الماتش حتى الدقيقه 90 بلا ما يرجعوا في الماتش. ومن بعد شفنا واحد الدخله رجاويه
بوزوق خشى واحد البيضه لداك العزير خامجه ديال بصح، وكره والله حتى حالفه ما دخلش. الاهم في هذا الماتش وهو انه خرج برباح وسالب 3 بوان للرجاء. ولو ان كاع هاد الصعوبات هادو فاحسن كلمه ممكن غادي نقولوا للعبه هي سيروا الله يرحم لكم الوالدين. غادي نمشيو نديروا واحد التقييم للاعبين وغادي نجمعوا كل شيء من الشبكه حتى للهجوم. بما انهم خرجوا لينا ماتش مربوح في كاع الظروف هذه فراه غادي نقولوا لهم برافو ثم برافو ثم برافو. اللي بغى البطوله خاصو يعيش بحال هاد الاجواء هذه وخاصو يدوز هاد الشيء باش حلاوه البطوله في الاخر تحس بها. اما الطوندونس ديال الرجاويين حاليا واللي هو موهوب راه احسن حاجه ممكن نقولها عليه انا وهي السيد خاصو يمشي يخدم على راسو، ولكن ماشي في الفرقه الاولى وانما كاين شي حاجه سميتها الامل. السيد مشي يتقاتل ورجع احسن، وهاد الجمهور هذا اللي كيسب فيه راه كون اكيد انه باغي لي غير الخير وباغي انه يكون مزيان معانا. هاد الماتش هذا ديال اليوم اللي باش نكونوا واقعيين ولولا ديك الحمراء في الشوط الاول كان ممكن انه يكونوا فيه بزاف ديال الحوايج مبدلين، وكان ممكن انه يسالي اكثر من 1-0 وتعطى الفرصه للاعب اكثر على سبيل المثال ابريغو، ولكن اطوار الماتش ما عاونوناش وبهذا غادي تاجل هادشي اللي قلنا حتى الماتش الجاي كونتر التشواركه. حاليا الرجاء بقى في الصداره مناصفه مع الفيران والطريق مازال طويله. ما علينا حنا وهو نربحوا ماتشاتنا ونتسناو لي كادو من عند الفيران. وهنا غادي نكون وصلنا لبلاكا دي ستوب ونوصل للاخر وغادي نقول لكم هادشي اللي كاين. مبروك لجميع الرجاويين ربحوا 3 بوان وبالتوفيق فيما هو جاي ان شاء الله. وحاليا فانا بقى لي غير نقول لك بيس.